طب هل الوسط الفني عموما ما فيهوش شلاليه؟ يعني كنا بنشوف فنانين كبار زي الزعيم عادل امام، يعني ابسط مثال كان دايما بيشتغل مع مصطفى متولي، مع يسرا، مع احمد راتب، مع شله معينه، دايما كنا بنشوف ده. طب وانا ما انا اشتغلت مع عادل، مم. اشتغلت اخر عمل ليه، وللاسف عادل بعت لي كتير جدا في اعمال كتيره مم. منه، يعني على من اول عصابه حماده وتوته ولعب مع الكبار وعماره يعقوبيان، في اعمال كتيره بعت لي فيها، والنوم في العسل، مم. يعني اعدد لك. بس كل مره كان بيتصادف ان في حاجه ما بقدرش اشتغل معاه مم. فيها، مم. لحد ما في الاخر التقيت معاه في البتاع ده في فالنتين. ده حقيقي ف كان مسلسل حلو جدا. يعني واشتغلت وكنت سعيد ومستمتع بالشغل قدامه. اكيد كلنا منتظرين كمان اعمال جديده للزعيم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، عشان يجيبني تاني بقى ان اشتغل شاء معاه الله. تاني.